استثمر في العلاقات. يعني ايه استثمر في العلاقات يا جماعة؟ النهاردة اي حد بيربطني بيه علاقة لازم يبقى فيه استثمار في العلاقة برضو. يعني ايه؟ يعني النهاردة ما تضيعش وقتك مع حد يستفيد منك وانت مش بتستفيد منه. النهاردة لما تبقى علاقة مع حد لازم ان يبقى فيه اوجه استفادة بين الطرفين. ما ينفعش ان حد يقابلك ويستفيد منك وانت مش بتستفيد منه حاجة. ما تضيعش وقتك، ما تضيعش فلوسك، ما تضيعش مجهودك، ما تضيعش اي حاجة عندك بدون مقابل. لازم يا جماعة يكون في مقابل. المقابل ده ممكن يبقى للخير، تكون انت بتضيع وقتك وبتخدم الناس عشان يبقى في مقابل للخير. لكن لو انا بعمل علاقة مع حد من صديقي وانا نزلت قابلته، انا مرة عزمته لازم هو مرة يعزمني. انا رحت جاملته في حاجة لازم هو كمان يجاملني. انا فدته في نصيحة قلت له رأيي لازم هو كمان يقول لي رأي ويفيدني. لازم يا جماعة تبقى العلاقة متبادلة. ما ينفعش يبقى العلاقة انت بتدي من غير ما تستفيد. لازم انت مرة تستفيد وهو مرة يستفيد. انت مرة دفعت اكل هو يدفع اكل، انت دفعت له بنزين هو يدفع لك بنزين، عزمته على حاجة يعزمك على حاجة. لازم تبقى العلاقات تبادلية. ليه؟ العلاقات السامة اللي موجودة في حياتنا ان في ناس بيتغذوا على العلاقة بتاعتك ان هم بيستفيدوا لكن مش بيفيدوك في اي حاجة. دي بتبقى علاقات سامة موجودة في حياتنا. العلاقات السامة دي لازم ان انت تتخلص منها فورا. طب افرض انا مش محتاج حاجة من زميلي او من صديقي، اختبره. اختبره، شوفه هيخدمك، شوفه هينفعك او لا. لازم حتى لو انت مش محتاج لازم تعمل التست ده في العلاقات بتاعتك عشان تطلع العلاقات السامة من حياتك وتخلي العلاقات اللي هي التبادلية. العلاقات التبادلية بس هي دي اللي انت تبقى عليها. لكن صدقوني في ناس كتير جدا علاقتنا بيهم سامة، والعلاقة السامة دي بتأثر على نفسيتك، هتأثر على مجهودك، هتعمل مجهود لناس ما تستاهلش، هتصرف على ناس ما تستاهلش، هتقول رأيك لناس ما تستاهلش. في ناس كتيرة جدا لما بتلاقي ان انت بتدي بدون مقابل بيعتبروا ان دي فهلوة، ان هو انسان كده مفتح، ان هو بيستفيد منك. يقول لك انا استفدت من فلان كذا، خليت فلان يوصلني، خليت فلان يعزمني، خليت فلان يقول لي كذا، ده انا بقعد افهم منه الكلام. لما تلاقي بالمنظر ده خرج الناس دي من حياتك بدون رجعة. لان فعلا العلاقات السمية اللي موجودة في حياتنا دي بتأثر على حياتنا احنا وبتأثر على نفسيتنا. علشان كده لازم ان انت تستثمر في العلاقات مع الناس اللي انت تعرفهم، وتبقى العلاقات بتاعتنا كلها تبادلية. ما تنساش ان انت تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات، وان انت تعمل اشتراك في القناة، نعمل شير ولايك وكومنت عشان الفيديو يوصل لكل الناس. ويا رب الناس كلها تستفيد من هذا الكلام. ولازم تشاركني برأيك في التعليقات وتقول لي انت طلعت العلاقات السمية دي من حياتك ولا لا. اشوفكم يا رب بكل خير. السلام عليكم.